عايزه تعملي سكين بوستر في البيت وتاخدي نفس نتيجه السكين بوستر باقل من ربع سعرها، هتجيبي ده الهيالورونيك اسيد فيلر جل من ايفريوس. طيب البرودكت ده بيشد البشره، بيخلي فيها نضاره كانك بالظبط عامله سكين بوستر، لان هو فيه نانو هيالورونيك اسيد، دي اصغر جزيئات الهيالورونيك هتوصل لاعمق طبقات البشره. كمان هو فيه بيبتايد كيوتين، والماده دي بتدي ريفرش للبشره سريع جدا، بيملى اي خطوط في الوش، بيقلل من شكل التجاعيد جدا جدا، وبيدي بلم. كمان هو فيه ميزه ان انت لو عامله فيلر هو هيحافظ على الفيلر اطول وقت. هو الملمس بتاعه مش اويلي خالص، هو جل، اول لما بتحطوه على البشرة بيشد البشرة جدا. كده انا حطيت منه على كل بشرتي، بصوا مع الاستمرار بيدي شدة للبشرة مش طبيعية. كمان بقى هو في ماده اسمها ايكوسكين، دي الماده اللي بتمنع تكوين اي بكتيريا على البشره، فهو مستحيل يطلع حبوب. مشتريه برودكت بيشد بشرتك، بيحسن جدا من شكل التجاعيد، وبيخلي فيه جلو في البشره خطير. مع الوقت بتاخدي نتيجه كانك بجد عامله سكين بوستر او عامله فيلر، وبسعر مش طبيعي. انت مش بتستخدمي مجرد كريم خلاص، انت بتستخدمي برودكت بيدي زي شوت ريفريش كده لبشرتك اول لما بتحطيه. شايفين وانا بتكلم هو عمل ايه؟ بصوا بشرتي ازاي مشدوده تحت عينيا، وبصوا الجلو بتاع وشي عامل ازاي. كمان بصوا قد ايه شكل الباكج لاكجيريوس. بجد لو حد عايز يخلي جلو ده في بشرته لازم تشتروا ايفريوس.